قريت بوست واحدة بتقول يعني بنفس ال الأسلوب، بتقول دمي اتحرق إن هي خلت ابنها، ابنها كان عاوز يشتغل فشجعته على كده، عايز يشتغل فترة الأجازة. المهم لقى شغل بالعافية في المدينة الصناعية أو المنطقة الصناعية في مدينة بدر. لما راح لقى 80% من العمالة اللي هم بيشتغلوا في التغليف والتسويق في التغليف يعني 80% منهم من السودانيين، والمشرف كمان سوداني. وبتقول الست في البوست بتاعها ان اتحرق دمي لان كمان الراجل المشرف السوداني بيعامل المصريين معاملة سيئة جدا، وده طبعا بغرض ان هم يطفشوا ويجيب بدالهم سودانيين. ده طبعا نتاج بقى، يعني انا لما شفت البوست ده افتكرت بقى يعني قانون العمل اللي اتعمل، وكانت الحكومة مصرة ان هي تشيل نسبة 10% من العمالة الأجنبية في أي منشأة، وقالت لك لا، ما مش هيأثر خالص على المصريين ولا أي حاجة. طب ما طبعا اهو بقينا شفنا النتيجة على على الأرض، يعني ان هو أثر فعلا، لأن هو بيجيب عمالة أقل تكلفة، وطبعا هم بيجيبوا الجنسيات بتاعتهم وهكذا يعني. وادي احنا شايفين النتيجة يعني، واحنا اصلا عندنا بطالة. يعني هو يعني كده السوداني واخد حق المصري في العمل، مش كده ولا ايه؟